نقل نفسه عشان يلعب من الجبهه اليمين تاني جوه منطقه الجزاء بضغط للانتاج على دفاعات النادي الاهلي مع اول دقيقتين. انما وليد سليمان يخلص الكره لقدام، اجاي من لمسه واحده حلوه تطلع تمريره مش مظبوطه من حسام عاشور، يطلع لؤي وائل من قلب دفاعه لقدام، انما يسيطر عليها تاني حسام عاشور من وسط الملعب. احيانا بتبدا الهجمه ولعيب هو اللي يضيع لك وانت رايح خلاص للمساحات والاماكن المؤثره. كان وصل وليد سليمان كويس، حسام عاشور بيقرب منهم، انما هنشوف اجاي عبد الله السعيد خطير خطير، عرضيه عمرو جمال لسه موجوده، جول 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 جونيور اجاي الهدف الاول. اجاي منك يا راجل، هي دي اللي مستنيها الاهلاويه. 1-0 مع اول 3 دقائق، هجمه ب3 ارواح، مره يمين مره شمال الملعب. اجاي خلص لك المشكله بهدف تاني ليه في الموسم اللي احنا فيه. انما اللمسه الاولانيه واد عبد الله السعيد فكوا المره دي كويس قوي، عرضيه راحت هناك بعيد خالص، انما يرجعها للحياه مره تاني وليد سليمان اللي عنده 50% من الجون اللي اتعمل دوت. بص شوف عبد الله، بص وليد، وداس عليها اجاي يمكن اصعب من الكورتين اللي جوله في الشوط الاول. ادي اللعبه ووليد سليمان اللي ردها في منتهى الجمال والروعه عشان اجاي يسجل هدف التقدم في مواجهه اليوم. 1-0. يبدا حسام البدري وشه يفك شويه، خلاص مشهد بنتعود عليه. يطلع له اي وائل، انما ما حصلتش نص الملعب. ياخدها تاني عبد الله السعيد لعلي معلول، علي من قدام ال 18 قدامه السكه، ممكن ينقل او ياخد قرار بالتسديد. اجاي تتقطع من محمود فتح الله، يقراها كويس. لعب تعاوني مره هنا ومره هنا بدون هجمات متكامله ولعب جماعي رغم السيطره بالتمرير للنادي الاهلي في مناطق وسط الملعب. فقد كتير الانتاج الحربي من مقاوماته الهجوميه خطيره. فتحي خطيره، هيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ العرضيه كريم ندفد مش ممكن، لسه موجوده. يا سلام يا عبد الله يا سعيد، جول جول جول. هو ده عبد الله السعيد بتاع اخر السنه في الامتحانات، بقول لحضراتكم يغيب ويرجع لك بجوان. عبد الله السعيد يعمل جون ويسجل جون في 20 دقيقه لعب من بدايه الشوط الثاني، ثنائيه اهلاويه امام الانتاج الحربي. بص شوف الحكايه من اولها، 3 تمريرات في منتهى الجمال، انما اللي عملها وليد سليمان دي ايه؟ بلسم يا ابني لاحمد فتحي. كريم ندفد رفض الهديه اول مره، انما عبد الله قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. الهدف الثاني للنادي الاهلي. 2-0 يترجموا حالة السيطرة اللي كان غايب عنها حالات التهديف في فترات المباراة، انما عبد الله السعيد يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 65. ادي اللعبة وادي التسديدة، وعامر ما يقدرش يعمل